النهارده جايه لكم كده فيديو جديد وان شاء الله هنعمل مع بعض تفريزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم كده على شويه تريكات وشويه نصايح او شويه حاجات كده تحطيها في الاعتبار قبل ما تعملي تفريزاتك وقبل ما تنزلي تشتري خضار بتاع التفريزات من السوق. تعالوا بس كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نقول بسم الله. برحب الاول بكل الموجودين معايا في القناه، وجودكم بيشرفني وعلى راسي من فوق. طبعا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يعني بجد ببقى مفتقداكم جدا، بيوحشني كلامكم الجميل. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم يا رب. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو ده وتشيروه مع اصحابكم وحبايبكم واخواتكم عشان الكل يستفاد. ولو لسه اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بص، اول حاجه نزلت اشتري شويه خضار. طبعا هنعمل تفريزات لشهر رمضان من غير بقى ما نعمل لها ميزانيه ونقصر في المرتب بتاعنا، و نبقى مثلا مش معانا فلوس ان احنا نجيب كميه الخضار ونفرزها ولا الكلام ده. لا، هقولك ازاي ان انت تفرزي وعلى بال شهر رمضان ان شاء الله تملي بيتك بالخير من غير ما تهدري في ميزانيتك ولا تزنقي نفسك ولا اي حاجه. بصوا، انا جبت طماطم، جبت فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل حامي، جزر، بصل، سبانخ، برتقان. طبعا في خضار كتير ناقص، ولكن انا بفرز الرخيص في السوق. يعني الحاجه الرخيصه الموجوده في السوق هي اللي انا بفرزها. تمام. هنا البصل ده انا جايباه كده شويه على بعض. لما نيجي برضو نعمله كل صنف هاجي هعمله هقول لكم على كل التفاصيل بتاعته، وجبتها سعرها كام وقد ايه وبتتفرز ازاي والكلام ده كله. اول حاجه طبعا انا فضيت الرخامه كده، نزلت كل الشنط في الارض وجبت فوطه كده فرشتها. الفوطه دي انا مش بستعملها علشان يعني ايه ادمت شويه، فانا مخليها ايه للحاجات زي كده. يعني بصفي عليها الخضار كده علشان يعني اغسله واحطه عليه يتصفى عشان اعينه في التلاجة ما يبقاش عليه ميه. انشف فيها مثلا خضره، انشف فيها ملوخيه، الحاجات دي. فطبعا الفوطه نضيفه وزي الفل. جبتها كده فرشتها، واول حاجه ابتديت بيها هي السبانخ. لان السبانخ انا هنقعها في الميه شويه، لانها بتبقى فيها طينه كتير. بيبقى فيها الطين اللي هو من مكان الارض ده، بيبقى فيها كتير قوي داخل العروق من جوه، فطبعا احنا مش بنشوفها. فانا بغسلها مره واتنين كده على الحنفيه، وبعد كده بنقعها شويه، يجي ربع ساعه كده ولا حاجه او 10 دقايق. بغطسها كده في قلب المية، وبعد كده برجع برضو اغسلها مرة واتنين وتلاتة، لان بيبقى فيها كمية تراب كتيرة جدا. فطبعا بفضل اغسل فيها لحد ما المية بتاعتها تروق خالص وتنضف. انا بصوا المية عاملة ازاي، انا بوريكم. بصوا، ودي من اول غسله. بصوا الطينه قد ايه غير الميه اللي هي مش نضيفه خالص اللي انا نزلتها في الحوض. فطبعا اي ورقيات هتجيبيها لازم تتغسل كويس جدا مره واتنين وتلاته. طبعا انا هعبيها وهنقعها بقى كده شويه في شويه ميه قبل ما اكمل بقيه غسيل الخضار. السبانخ دي انا جبتها بكام؟ جبتها ب10 جنيه الكيلو. طبعا انا النهارده كنت هعمل سبانخ، فطبعا انا لما بعمل سبانخ بجيب نص كيلو، فروحت جايبه كيلو ونص بما انها رخيصه. كانت في اول السوق ب10 جنيه، ب15 جنيه عفوا. في اول السوق لما سألت عليه كانت ب15. فدخلت جوه شوية سألت ب15 برضو. طب تعالي خديها ب12، طب خديها ب13. دخلت جوه السوق، يعني طول ما انا ماشية في السوق كده بعرف اسعار. بص، اول حاجة انا هنا شلتها جنبي بقى كده بالطبق بالمية بتاعتها. سبتها تتنقع شوية على ما اغسل بقية الخضار. بعد كده ابتديت بالقوطة، علشان طبعا القوطة هغسلها كويس قوي وهحطها في الحلة اللي انا هحطها على البوتاجاز، وانا بغسلها هشيل القمع بتاعها واقطعها كده ل4 واحطها في الحلة. وبعد ما اخلص هحطها على البوتاجاز علشان تضطر معايا. اما بكون جايبه كميه كده ما بخلطش على طول عشان ما يبقاش مجهود برضو على الخلاط ويبوظ مني او حاجه، وكمان بيسهل عليا. طبعا بحطها على البوتاجاز بتضطر معايا خالص. بحطها كده على مرتين، طبعا حجمها بيقل جدا. فبحطها في الخلاط كده على مرتين او 3 مرات حسب الكميه، بتتخلط معايا على طول. وكمان نحافظ على عمر الجهاز بتاع الخلاط بتاعنا. تمام. نرجع بقى لمرجوعنا كده. السبانخ زي ما قلت لكم جبتها ب10 جنيه. انا لما نيجي نفرز اول حاجه كده في التفريزات،
مش عايزاكوا ان انتوا تنزلوا احنا هنفرز بقى، فننزل نروح جايبين كل الخضار اللي في السوق، ونيجي بقى نقول هنفرزه ونشتري الخضار كله، ونيجي بقى نقف نغسل ونقطع ونخرط ونعمل. طبعا الحاجة هتجيبيها لازم تتغسل وتخرطيها وتعنيها في ساعتها، مينفعش تخرطيها وتركنيها، ما ينفعش تجيبيها وتركنيها انت جايبه الخضار طازه فيبقى عايز يتعمل، فهيبقى وقت ومجهود جامد قوي عليكي. مفيش حاجه اسمها ارتاحي يوم اتعبي يوم وارتاحي بعدين. ليه يعني نتعب يوم؟ انا في التفريزات بعمل ايه؟ بنزل السوق اول حاجه، النوع اللي انا هشتريه منه، الصنف اللي انا هعمل منه الاكل النهارده، بروح جايبه منه كيلو افرزه. تمام، يعني انا النهارده كنت هطبخ سبانخ، عندي لحمه بشرب كده من امبارح، قلت هنزل اجيب نص كيلو سبانخ اعملها عليه مع بتنجان كده اقليه جنبها. فروحت وانا بجيب السبانخ طبعا لقيتها لقطه، ففي واحده دخلت لها جوه قلت لا انا هاخدها ب10، فقالت لي ماشي تمام، خدت منها كيلو ونص ب15. تمام، هي كده حلوه مش غاليه، وانا اللي هيكفيني في التفريز كيلو واحد بس، لان طول ما هي موجوده بنعمل وبناكل منها. الكيلو ده بقسمه على مرتين، بعمله وقت ما بكون مش موجوده ونفسنا فيها، لان السبانخ ولادي مش بياكلوا فيها كتير، فهي طبختين بس ايه بتكفينا وخلاص. تمام، لو هجيب اكتر طبعا انت لو هتجيبي اكتر هتجيبي. بصوا انا خلصت الطماطم وحطيتها على البوتاجاز وبدات اغسل في الجزر. ماشي، فانتي هتنزلي ما بلاش تلمي الحاجة او الخضار اللي في السوق كله وتعمليه، هتتعبي جدا. المطبخ حواليك هيتبهدل قوي، هتيجي بعد ما تخلصي هتبقي تعبانه، لان طبعا استهلكتي اطباق كتير انتي عماله تخرطي فيها وتغسلي فيها. بعد ما بتخلصي هتلاقي بقى وراكي عايزه تغسلي في اكل عايز يتعمل، مواعين عايزه تتغسل مكان الاكل، حتى لو كان عندك اكل فهو برضو هيبقى تعب ومجهود جدا جدا عليكي. فانت هتعملي ايه؟ هتنزلي السوق هتشتري نوع ولا 2 أو 3 بس بالكتير. تمام، وتفرزيهم يوم. بعد كده في الاسبوع اللي بعده او يومين تانيين تنزلي برضو. عايزه تنزلي كل يوم مفيش مشكله، ولو انتي بتشتغلي كل يوم وانتي راجعه من الشغل هتجيبي نوع نوعين وتغسليهم يعني وتفرزيهم. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه، لما تنزلي السوق ما تشتريش الخضار عشان انا عايزه افرزه فلازم افرزه. يعني مثلا انا نزلت لقيت البسله ب30 جنيه، اجيبها وافرزها ليه؟ طب ما اصبر شويه لما تنزل حبه، او الاقي واحده كده معاها حبه. يعني البسله دي على طول بجيبها ازاي؟ بيكون واحده بنزل السوق فمعاها بسله قربت تخلص، معاها شويه صغيرين كده بتاع 2 كيلو ولا 3 كيلو، فاقول لها مثلا انا هاخدهم على بعض بكذا، فهي بقى ايه بتبقى خلاص خلصت، فعشان عايزه تروح بتروح مدياني تقول لي لا مثلا طب خلاص تعالي ايه هديهم لك مثلا على 20، اقول لها طب خليهم لي ب18، تقول لي لا مثلا مش عارفه هم 20 حلو هخسر فيهم بتاع، فبروح واخداهم اخدهم على بعض. يعني المفهوم من كده ايه؟ يعني انا عايزه اوصل لكم ان انت لما تكوني هتاخدي كميه على بعضها بتديها لك بسعر مناسب عشان يبقى كويس. وهي يعني ايه مادام هتاخدهم على بعضهم فخلاص، يعني مش لازم تكسب فيهم كتير، لان انت هتشيلي 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو او 5 كيلو حتى على بعض. فاهمين قصدي؟ فانا انزل السوق اشتري الحاجه الرخيصه الحاجه المتاحه، مش انزل اجيبه وخلاص. يعني انا مثلا نزلت كميه الجزر قليله، انا جايبه كيلو ونص بس جزر، يعني انا لما باجي افرز جزر بفرز بتاع 3 كيلو او 4 كيلو. تمام، لاني بستهلك جزر كتير مش بس في البسله، يعني بستخدمه على طول في الشوربه، اي شوربه بعملها بحط فيها جزر. آه ممكن ابشر جزرايه كده على السلطه، فبكسر حته كده من اللي انا مفرزاه المبشور واحطها برضو على السلطه. بحطه في شوربه العدس، بحطه في الرز البسمتي، يعني بستعمل الجزر كتير قوي. فبجيب كميه الجزر انا لقيته غالي، تمام لقيته ب8 جنيه، انا بفرز الجزر بيبقى ب3 جنيه الكيلو، بجيب كيلو ونص ب5، بروح جايبه 3 كيلو ب10. تمام، فانا بالنسبه لي كده هو غالي، فجبت ايه حاجه بسيطه بس كده على قدي علشان اوريكم التفريزات، وكان عنديش جزر خالص، فقلت هفرز ايه حاجه واخلي عندي في التلاجة. تمام، فانا انزل السوق اجيب الحاجه اللي هي رخيصه، ما اروحش على الحاجه الغاليه واجيبها علشان انا عايزه افرز. فاهمين قصدي؟
ف يعني انتي تعملي كده هيوفر معاكي كتير قوي، هيوفر معاكي وقت، هيوفر معاكي مجهود، هيوفر معاكي فلوس، هيوفر معاكي ان انتي مش هتزهقي وتقولي يا يوم التفريزات ده او يوم الحاجه اللي انا بروح اجيبها من السوق، يوم مشترية السوق ده بيبقى حمل عليا وبيبقى مش عارفه ايه. لا، هتلاقي نفسك واحده واحده وحابه الموضوع، وهتلاقي بامر الله الفريزر بتاعك اتملى خير. تمام. بصوا انا هنا الفلفل ده جايباهم برضو على بعض. بصوا يعني الفلفل ده في السوق ب40 وفي بعض الاماكن ب35. انا دخلت في اول السوق ب40، دخلت جوه شويه ب35، لحد اخره بقى ايه ب35 ب32. فلقيت واحد حاطط حبه دول اللي هو ايه في كسره كده مطرح القفص، مطرح ما بيتحطوا على بعض. في بصوا اهو زي ما يكون واحده كانت بتنقي او حاجه ودست عليه بصباعها خرمته، او يعني كسرت القرن الفلفل كده، اللي هو ايه يعني زي فيه غلطه بس مش بايظ. بصوا اهو زي دي كده، بصوا عامله ازاي، اللي هو حد ضاغط عليها كسرها. تمام. فمعظم الفلفل كده. عايزه اقول لكم كان هما كميه كده فيهم 3 فلفلات احمر بس. خدت الكيلو على كام؟ خدت الكيلو على 12 جنيه. هو طبعا بفاصل فيه، هو بيبقى حاطه طب بكام ده، بيقول لي مثلا ب20. اقول له لا كتير ازاي ب20؟ يقول لي ده بصي الفلفل اللي اهو ب35 وب40. اقول له لا ماليش دعوه بده، انا هاخده بكذا. بصوا دي فيها حاجه بسيطه خالص، يعني اللي هو بصوا اهي زي ما تقولي مطرح ما القفص ضاغط فوقيها. المهم ايه بفاصل بقى وباخده. الكيلو ده انا خدته كام؟ على 12 جنيه وزنهم. طلعوا 2 كيلو اللي حاجة بسيطة ب20 جنيه، فكمية ما شاء الله حلوة جدا وب20 جنيه. وال20 جنيه دي تمن نص كيلو. فيعني شفتوا ازاي التفريزات بتاعتي والله بتبقى موفرة جدا. عايزة اقول لكم ان انا بعتذر عن صوتي عشان عندي شوية برد، فاعذروني بقى لو انتوا سامعين صوت بقى كده ايه مضايقكم شوية ولا حاجة، بس والله غصب عني. انتوا عارفين يعني بقى اليومين دول سقعة وكده وبرد ايه. المهم انا ايه جبت الفلفل. حتى اختي قابلتني. بصي عايزه اقول لكم ال3 قرون دول كان فيهم 3 حمر، مفهومش غلطه، مفهومش غلطه بجد يعني. بصوا المهم ايه بتقولي ايه ده جبتيه بكام الفلفل ده؟ بقول لها انت جبتيه بكام؟ كانت جايبه بقى فلفل برضو الوان. فبتقولي جبته ب35. قلت لها بجد؟ قلت لها مبروك عليك انا جبته ب12. ايه ده ازاي؟ لا انت بتهزري. قلت لها والله جبته ب12. ازاي ده؟ انا جايباه ب35 جنيه منين؟ طب عشان اروح اجيب. قلت لها لا انا وشطارتي بقى هو اي حد. ف اعملوا زي ما قلت لكم. قلت لها روحي شوفي الفيديو، اصبري الفيديو هينزل لك بكره وشوفيه وانت تعرفي. بس والنبي جبتيه منين؟ عشان اروح اجيبه قلت لها لا مش هيخلص، روحي بس ايه بكره بقى شوفي الفيديو وانت تعرفي جبته منين ب12 جنيه. فبجد فكرتي ان انت ما تنزليش المحل اللي جنبك، ما تروحيش السوبر ماركت، ما تروحيش هايبر، لا روحي السوق. هتلاقي الحاجات رخيصه. ولما تروحي السوق كمان مش تاخدي من اول السوق وتمشي، لا خشي جوه. الناس بتبقى بتضارب في بعضها، الناس بتبقى عايزه تبيع ارخص علشان تبيع اكتر. عايزه اقول لكم بصوا الحمد لله الصوت بدأ يتعدل شويه، فالحمد لله بقى. شكرا جدا جدا للي دعالي وهو بيتفرج على الفيديو. ربنا يبارك في عمرك يا رب. المهم بقى ايه غسلت بقى الفلفل كده اهو والسبانخ، خلاص كده خلصت كل الخضار. جيت بقى ان انا ايه السبانخ غسلتها كويس جدا، وفضلت اغسل فيها مره واتنين دلوقتي لحد ما ميتها نطفت خالص وبقت نضيفه جدا وما فيهاش اي حاجه. بمسك وحده السبانخ كده، بشيل بقى الحته اللي فيها من فوق دي اللي هي شبه الفجل دي، عارفين هي شبه الفجل كده بس على رفيع شويه. ببدأ بقى ان انا اشيلها. وما ننساش برضو الطماطم اللي احنا حاطينها على النار، كل شوية كده نقلبها علشان ما تشيطش مننا. نقلبها كده نطلع الطرة فوق وننزل اللي هو ايه لسه سليم تحت كده عشان كلها تتطرى. ولما ميتها تتبخر خالص طبعا هسيبها لما تبرد، وبعد ما تبرد تماما هنعصرها. بصوا هي حمرا بما فيه الكفاية، لو مش حمرا او مصفرة مثلا بحط لها بنجر او فلفل احمر، لكن معايا هي حمرا وجميلة مش
مش محتاجه حاجه خالص. بصوا بقى هنا غسلت الخضار كله، حطاه يتنشف معايا كده اهو. طبعا هيتنشف وهبدا بقى ان انا اخرطه وابدا ان انا افرزه، وهوريكم طريقه تفريزي في كل نوع خضار، وازاي يفضل معاكي من السنه للسنه من غير ما يدبل ويحتفظ كمان بلونه. بس هوريكم بقى ده كله ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. طبعا انا هكمل مش هعينه على كده، بس عشان ما اطولش الفيديو عليكم يعني ويبقى طويل، فانا يعني ان شاء الله انا هكمل، بس هنزل لكم فيديو تاني بامر الله، هينزل ورا ده على طول، يعني ان شاء الله هينزل لكم بكره بامر الله. تمام. هكمل انا بقى بقيه التفريزات بتاعتي، وهقول لكم على كل التركات والاسرار برضو في الفيديو الجاي. استنوني، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.